مؤكد ان الناس اللي بتقول على شوربة الخضار اكل عيانين يبقى ما بيعرفوش يعملوها صح. انا النهارده جايه لكم اقول لكم طريقه شوربه الخضار هتخليكي تدمنيها وممكن تعمليها اي وقت وهتكون بجد اكله مفضله بالنسبه لك. اول حاجه عشان نعمل شوربه الخضار لازم نعمل شوربه فراخ او شوربه لحمه او شوربه اي شوربه، مفيش مشكله، المهم ان احنا نعمل الشوربه صح. الشوربه بتاعتنا بتبقى ما فيهاش اي حاجه غريبه. هنسلق الفرخه بتاعتنا ازاي؟ نشوحها كده في معلقه سمنه وفصين من المستكه، والفرخه متبله ملح وفلفل وحبهان مطحون من جوه ومن بره. نزلت عليها ميه سخنه بالشكل ده وسبتها بقى تتسلق. هنحط لها بس بصلايه كده بيضه علشان الشوربه تبقى فاتحه وحلوه. هنشيل اي ريم طالع منها، وهنحط بقى الحبهان السليم، انا بحب احط فصين سليم، وكمان هنحط ورق لورا، وكمان هنحط فلفل حصى. وهنا كنت بنزل الكبد والقوانص وهسيبها بقى تستوي على راحتها، ويفضل ان انت تسيبيها اول نص ساعه على بطنها بالشكل دوت علشان تستوي كويس. طبعا بسيبها هي بتاخد وقتها، دي كانت فرخه بلدي تقريبا قعدت ساعه وربع على النار. بعد كده طلعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده علشان بقى ناخد الشوربه بتاعتنا ونعمل احلى شوربه خضار. بصوا الشوربه صافيه وجميله ازاي. المهم كنت مجهزه بقى الخضار اللي انا هحطه في شوربه الخضار. انا كنت مقطعه كوسه وجزر وبطاطس، وزي ما انتوا شايفين التقطيعه بتاعتي بحبها تكون صغيره شويه عشان ما تاخدش وقت وفي نفس الوقت تكون شكلها لطيف كده. وكنت حاطه كمان معاها بسله كانت مجمده. قلبت بقى كل الكلام ده مع بعض، ولو عايزه تحطي فاصوليا خضراء كمان ممكن تحطي. الشوربه بقى كانت بتغلي وسخنه جدا، نزلت بالخضار بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بسيبها لمده 10 دقائق تغلي كده شويه، وبعد كده هنجهز بقى بقيه الاضافات. ما تفتكروش ان احنا كده خلصنا، لا لسه في اضافات تانية هتخلي الطعم في حته تانية خالص. طبعا هنا مقطعه بصلايه بيضه متقطعه، المهم انها ما تكونش ناعمه قوي ولا خشنه قوي، متوسطه كده. وكمان حطيت طماطمايه مكعبات صغيره. واهم مكون بقى عندنا الكرفس. لو ما حطيتيش كرفس في شوربه الخضار اعتبري نفسك ما عملتيش شوربه خضار. ده اهم مكون حرفيا، هو ده اللي بيخلي طعم شوربه الخضار في حته تانية خالص. طبعا زي ما انتوا شايفين هي بتغلي اهي، هنبتدي نحط الكرفس. ان نوع الكرفس ده مش مصري، لو انت جبتيه بقى مصري بلدي كده من السوق هيبقى طعمه تحفه اكتر بكتير كمان. مش قادره اقول لكم، مجرد ما بتحطي الكرفس الريحه بتتحول كده وبتبقى تحفه جدا جدا، طعم وريحه وحاجه كده تحفه. بصوا يا جماعه الخضار كله بيتحط مره واحده. في ناس بتقعد تقسم الخضار وتحط ده الاول وده الاخر، لا كله بيتحط مع بعضه بنفس التقطيعه اللي انا وريتها لكم في الاول. حطيت بقى شويه ملح وشويه فلفل، وشويه الفلفل صغيرين جدا، احنا عايزين نحس بالطعم بتاع الخضار، مش عايزين نضغط اي بهارات عليها. وهنا شوربه الخضار كانت استوت وتمام. قبل ما اقفل النار على طول ببتدي ان انا اجيب شويه من الشعريه كده بحمرهم كده، سواء مثلا في معلقه سمنه او زيت، وبعد كده بطشهم كده عليها، هغطي بس عليها والشعريه دي هتستوي من بخار السخونه بتاعتها، لكن ما تسيبيهاش على النار وخلاص، يعني مجرد ما تحطي الشعريه اطفي فورا. وهنا دهنت الفرخه بتاعتي كده بالسمنه، حاجه بسيطه جدا جدا، ودخلتها على الفرن عشان تتحمر. وبكده معايا اكله خفيفه جدا جدا متنوعه وفيها قيمه غذائيه عاليه جدا جدا، وحرفيا هي وجبه متكامله. عايزه اقول لكم انها كمان ممكن تتاكل بدون رز ولا اي حاجه، وجبه تحفه جدا ودايت ومشبعه جدا جدا. والله يا جماعه طعمها تحفه تحفه تحفه، ولو جربتوها بجد مش هتبطلوا تعملوها، وهتبقى وجبه اساسيه جدا مش محتاجه الرز. والله يعني انا عن نفسي ما باكلهاش برز، باكلها كده بعصر ليمون وباكلها، بتبقى جميله جدا مع البروتين بتاعك، بتبقى وجبه مشبعه جدا جدا. بس اللي بيخليني اعمل معاها رز انه ممكن يكونوا الولاد عايزين رز او حاجه. بصوا لي على جمال الفرخه البلدي القمر بتاعتنا، تحفه قوي قوي. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك وشير ومتابعة للصفحة. كنت معاكم زينب زياد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.